زي ما قلت لكم انا قلت اعمل شوربه السي فود اللي مكوناتها دي كلها مغذيه جدا جدا جدا، اللي عباره عن فيليه مخلي انا اللي عاملاه في البيت، جمبري مقشر، الكابوريا مقطعه كل الكابوريا 2 زي ما حضراتكم شايفين كده، الثوم مقشر، قطع بصل بسيط، ثوم بقشره، بصل مفروم، جندفلي، سبيط، كزبره وشبت وبقدونس، اللبن، ورق لوري، ملح، بهارات توابل سمك. نبدأ مع بعض. انا سبت لكم بس السبيطه دي عشان نقطعها سوا عشان نشوف ايه نقطع ازاي. طبعا الموضوع بسيط كالعاده، يعني المقص معانا بنستخدمه في كل حاجه. بنفتحها من جوه كده وننضفها، طبعا ايه الحاجات اللي مش نضيفه بنشيلها كده. ونبدأ نقطعها ايه شرايح رفيعه خالص كده. شايفين كده قطعتها شرايح طويله كده، بس عشان ايه ما تبقاش طويله في الاكل بقصها 2 اهي. شايفين؟ هنرجع بقى تاني نغسلها بعد ما نضفناها وقطعناها واوريها لكم عامله ازاي. زي ما انتم شايفين كده بغسلها حلو قوي، نصفيها من الميه. زي ما انتم شايفين كده جبت الحله حطيت فيها نصها ميه، وهبدا احط قطع من الاسماك اللي عندي اللي انا حضرتها عشان اعمل منها شويه شوربه نظيفه. طبعا في ناس كتير ممكن تعملها من قشر الجمبري، لا حتت كابوريا عندهم مقشره، انا ما بحبش القشر بصراحه، بقرف من طريقته يعني. فبجيب قطع من السمك اللي انا اللي هستخدمه في شوربه سي فود، وبعمل شويه شوربه الاول سلق كده بس ببصل وبهارات وورق لوري زي ما انتم شايفين، وهتشوفوا دلوقتي معاكم اهو. هعمل قطعه كابوريا على جندفلي على شويه سبيط، يعملوا بس شويه شوربه عشان نضيفها للشوربه اللي انا هعملها. بقايا البصله اللي انا بشرتها اهي، بصله صغننه، وباخد ايه شويه توم بقشره معاها كده يدي طعم خطير طبعا للشوربه. هنسيبها ايه تستوي غلوتين وبعدين نتكلم. يلا. بعد كده بعد ما عملنا الشوربه على العين التانية، جبنا حله برضو كبيره اهي اللي هنعمل فيها شوربه السي فود كلها، نحط فيها شويه زيت